الست دي شمال. الشباب قاعدين اسمع بودني هما بيقولوا مش كويسه، اخي الحقيني يا ماما هيوديني ملجأ، الحقيني يا 6 شهور انا ما دخلتش الكنيسه. هو المجتمع بيحكم على الست المنفصله قبل ما بيسمعها؟ بيحكم عليها شمال. الست دي شمال، ما دام هي قاعده لوحدها ومنفصله تبقى هي مش كويسه، وبالذات لو مسيحيه. ليه كده؟ هو كده، ما هي مسيحيه وقاعده لوحدها، هي ما عاشتش، هي ما استحملتش جوزها، فهي مش كويس. ايه احساسك لما تكوني قاعده لوحدك والناس شايفاكي غلط؟ لا، احساس بيموت بصراحه، يعني كل يوم بموت بسبب الاحساس ده. ممكن تحكي لي حاجه نبذه كده عن الاحساس اللي بتحسيه؟ لا، ببقى بتخنق وبقعد اعيط وبقعد اكلم ربنا اقول له انت ليه ساكت على كده او ليه سايبني كده؟ شبابي وعمره بيضيع على الفاضي وقاعده بين 4 حيطان. انا دلوقتي بقالي 6 شهور بالظبط، 6 شهور ما خرجتش من باب الشقه، يعني بطلع اجيب حاجه بناتي وخلاص، معايا بنتين اطلع اجيب طلباتهم واجي بس ما دخلتش الكنيسه بقالي 6 شهور. 6 شهور ما نزلتيش غير عشان بناتك، ده اختيار ولا هروب من الناس؟ لا، هروب من الناس. هروب من الناس؟ مش اختيار. ببقى نفسي اخرج حتى مع بناتي، تعالي ماما الكنيسه، تعالي ماما مشينا، ما برضاش. لما ما حدش من اهلك سأل عليكي حسيتي بايه ساعتها؟ ان انا يتيمه، وده اصعب احساس ممكن تحسه في حياتك، ان يبقى اهلك موجودين بس انت حاسس ان انت يتيم. هما شايفينك انت بتاكل بتشرب بتنام، عيالك لابسين كويس بيتعلموا، خلاص انت كده تمام. ايه اكتر موقف خلاكي تقولي انا لوحدي فعلا؟ لما تعبت ونزلت حللت وكشفت واكتشفت ان انا عندي ورم، بس هو حميد يعني الحمد لله، بس حسيت فعلا ان انا لوحدي. اكيد طبعا اهلك كانوا جنبك في الموقف ده؟ لا، ما فيش حد جه معايا وما فيش حد، وهم حاليا عارفين بس واخدين الموضوع اللي هو عادي، هتاخدي علاج وتبقي كويسه. هم اصلا تقريبا نسيوا. اول ما قلت لهم انت اللي قلت لهم ولا هم اكتشفوا لوحدهم؟ لا، انا اللي قلت لهم. شعورهم كان ايه ساعتها؟ لا ما تخافيش انت بتهزري، لا هتاخدي علاج وتبقي كويسه وخلاص كده، شكرا. انتهت، ما فتحوش الموضوع تاني ولا حد بيسأل. ايه كان شعورك لما اكتشفت ان انت عندك ورم ومفيش حد جنبك؟ لا، حسيت ان انا يعني ماليش لازمه بصراحه، ميته وحيده كده، ما حدش سأل. عايشه مستحمله الضغط النفسي والتعب وكل حاجه كده لوحدي تماما. ليه الست المنفصله في القريه بالذات بتبصلها ان هي غلطانه حتى ولو مظلومه؟ هم تفكيرهم كده، هي دماغهم كده. طب انت بتعيطي ليه بجد؟ عشان الظلم وحش. هو ليه الراجل بيعدي والست بتتحاسب؟ عشان احنا مجتمع ذكوري، احنا مجتمع ذكوري. الراجل بس يعني من حقه يعمل اي حاجه، الست مش من حقها تعمل اي حاجه خالص. ايه رايك في كلام الناس اللي بتقول الست لوحدها اكيد وراها حاجه؟ هو بيبقوا عالم متخلفه، بس انا عشان جربت الاحساس دوت ببقى نفسي اقول لهم ليه، يعني ليه؟ عشان انا مثلا اخدت بناتي وقعدت اربيهم وكده يبقى انا ست مش كويسه؟ طب ما تبصوا للجانب ان انا عايزه اطلعهم حاجه كويسه، عايزه اخليهم احسن مني مثلا. ليه بتحكموا عليها من غير ما تشوفوا؟ يعني انت مجرد سمعت الكلمه كده خلاص انت صدقت، فتاخد الكلمه ديت تديها لحد تاني، والحد تاني يزود عليها 10 كلام ويديها لحد تاني. طب انت شفت كده ليه؟ طيب كل واحد بيقول اللي هو عايزه. لا، وعندنا بقى في البلد اللي انا فيها يعني لا، هم ما لاقوش حاجه يتكلموا عليها، يتكلموا على نفسهم. يعني هم لو ما لاقوش مصيبه يتكلموا فيها او يطلعوا كلمه على حد، يتكلموا على نفسهم من كتر ما هم قاعدين فاضيين. طب فين ابو العيال، ابو ولادك من الكلام ده كله؟ لا، مش موجود. يعني من قيمه شهر بالظبط بنتي الصغيره عندها روماتيزم على القلب، فكان عندها، هي عندها 7 سنين، فكان عندها ضيق تنفس وكده، فبعت له رساله على الواتساب قلت له بنتك فيها كذا 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 كذا، كنت رافعه قضيه، فهو من بعيد قوي يعني هو مش من بلدك اصلا؟ لا، ده هو من بعيد خالص يعني، فجه من بلده مخصوص للمحكمه عشان يقدم مفردات المرتب عشان ما ياخدش نفقه لعياله. فبعت له قلت له بنتك تعبانه وبنتك فيها كذا 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 وانا بجري بيها، اسال عليها. اسال عليها. شاف الرسائل على الواتساب ما ردش ولا سال عليها. بنتين صح؟ معايا مهرائيل وفيلومين. ربنا يخليهم لك يا رب، تفرحي بيهم وتحاولي يعني اي حاجه انت عشتها في حياتك هم ما يشوفوهاش. عايز اقول لك ان هم اكتر ناس مظلومين معايا. ليه؟ هو بيقول لك فقد الشيء لا يعطيه، يعني انت يعني عايش مش لاقي حد يسندك، مش لاقي حد يسأل عنك، مش لاقي حد في وقت حزنك وزعلك يطبطب عليك. مسؤولية، انا المفروض ابقى اب وام، المفروض اشد وارخي اطبطب وودادي. طب ما انا فين بقى؟
انا بس بحاول اديهم حنيه، بحاول اديهم حب، مش بخليهم محتاجين حاجه. حاسه ان المجتمع ظلمك اكتر ولا اهلك؟ الاتنين. المجتمع عشان شايفني بصوره مش كويسه، شايفني ان انا ست مش كويسه، قاعده في شقه لوحدي، يبقى انا عشان اعمل حاجه غلط. والاهل لان هم انت ما عشتيش، انت ما استحملتيش، انت ما جايبه لنا الكلام، فضغط من هنا وضغط من هنا خلاني اقعد في البيت خالص. طيب انت قلت لي ان هو من بعيد جدا، كان عن حب؟ لا، هو ابن كانش عمتي على فكره. قريبك؟ بس انا عايزه اقول له ان لما اموت مش عايزاه يجي دفنتي ولا يدخل عليا، الدرجه دي؟ ومش مسامحاه. ازاي بتدي حب لبناتك وانت اصلا محتاجه اللي يديكي ده؟ عشان انا مجبور على كده. هما مالهمش ذنب ان مثلا مامتهم منفصله وحد بيتكلم عليها كلام مش كويس، ولا ذنبهم ان باباهم رماهم وخلاص. في يوم من الايام حسيت انك مش قادره تكملي؟ في يوم من الايام حاسه مش قادره اكمل، وقلت بقى خلاص ستوب بقى، ما مش قادره اكمل، كنت هموت نفسي بصراحه. انا والله فخور بيكي ان انت كل اللي انت فيه ده، ويعني مستحمله ومكمله. ومجبوره ان انا استحمل واكمل، مجبوره. انا اخر مره فعلا كنت هموت نفسي، لقيت مهرقيلو في لقيتهم بيقولوا لي طب يا ماما احنا هنروح عند مين؟ طب مين هياخدنا؟ طيب هنقعد عند مين؟ احنا كنا رحنا عند بابا قبل كده وهو كان هيودينا مدرسه خاصه، احنا مش عايزين نروح في مكان زي ده. يعني انا هقول لك موقف، انا كنت يعني مش عايزه احرمهم برضو من باباهم، فكنت باجي اوديهم مثلا كل شهرين اسبوع. تمام. فجيت في مره وديته لحد المحل بتاع اخوه، قلت له ودي العيال هيقعدوا مع ابوهم اسبوع. راح اتصل بيا وانا لسه في محطه القطر في المنوفيه. انا مش قلت لك ما تجيبيش العيال؟ مين اللي هيقعد بيهم؟ ما تزعليش مني من اللي هعمله، انا هوديهم مدرسه خاصه. فقفلت ولقيت بنتي بتكلمني وتعيط وتصرخ الحقيني يا ماما، هيوديني ملجأ، الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما. ده كان الساعه 10:30 بالليل. فعلا كان يوديها ملجأ؟ او على كلامه، عشان ما اكذبش على كلامه. هو كلمني قدامهم قال لي انا هوديهم مدرسه خاصه. هم مش فاهمين يعني ايه مدرسه خاصه. انت عارفه ايه اكتر حاجه عجباني فيكي دلوقتي؟ ان انت حتى لو في حاجه انا بقولها لك، لو في حاجه انت مش متاكده منها، ما بتحبيش تظلمي حد. انا مظلوم، فما احبش اظلم حد، عشان انا حاسه الاحساس ده. فركبت جيت لقيتهم بيكلموني سلفتي من الكنيسه، الحقي عيالك ماشيين بيجروا في الشارع لوحدهم وبيعيطوا ويصوتوا ويقولوا بابا هيودينا كذا. رجعت في نفس الوقت الساعه 10:30 في نفس الوقت بالليل، اخدتهم من عند الكنيسه، سيلفي جابهم لي، مروحه البلد بتاعتي الساعه 4:30 الفجر بالاطفال في القطورات لوحدي. ومن ساعتها ما راحوش تاني هناك خالص. بتخافي بناتك يكبروا ويسمعوا كلام الناس عنك؟ الظلم اللي انت حاساه قوي، بس هما بيحبوني فوق ما تتخيل. 6 شهور ما رحتش الكنيسه، ايه احساسك لما تبعدي عن الكنيسه 6 شهور ومحدش يسال عنك؟ هو انا عايزه اقول لهم ان انا برضو مش هسامحهم، انا ربنا يعني ربنا هيعاقبهم عليا، هي دي خدمتهم. يعني هو ربنا حطهم في المكان ده عشان يخدموا ويسالوا عني. ما حدش سال 6 شهور، ما حدش سال معلش انت بتيجي كنيسه، بتتناولي، بتحضري قداس؟ ما فيش الكلام ده خالص الى الان، لحد دلوقتي، لحد ما انا معاكي دلوقتي ما فيش حد بيسال خالص. فبرضه ربنا هيحاسبهم عليا. طب كنت مستنيه ايه من الكنيسه وما جاش؟ مستنيه يجوا يزوروني في البيت، يفتقدونا في البيت، عامله ايه، عيالك عاملين ايه، محتاجه حاجه، مش لازم بالجانب المادي، انت محتاجه حاجه، بناتك كويسين، طب انت مش بتيجي ليه، طب انت فيكي حاجه؟ لا، مفيش الكلام ده خالص. محتاجه الدعم النفسي؟ اكيد، هو ده اكتر حاجه وجعاني في حياتي اصلا. هل حسيتي انك لوحدك في مكان المفروض ان هو يحتويكي؟ طبعا، في البيت. بيت اهلك؟ الاتنين. انا على طول لوحدي اصلا، على طول لوحدي، حتى وانا كنت في بيت جوزي كنت لوحدي. تخيل انك تبقى قاعد في مكان لوحدك، تيجي تطلع من المكان ده تحس ان الناس بتبص لك وتقول لك انت وحش، وانت ما عملتش حاجه اصلا، لمجرد انك قعدت لوحدك تربي بناتك، انت كده وحش. لو حد من اللي ظلموكوا قدامك دلوقتي تقولي له ايه؟ هقول له مش مسامحاك، ولو بيني وبينك الجنه مش عايزه ادخلها ومش هسامحه. واي حد اتكلم عني كلمه مش كويسه او جاب في سيرتي وظلمني هيقعد لعياله، اصل كما تدين تدان، وانا واثقه من ربنا بكده. هو كما تدين تدان، انا واثقه ان ربنا هيجيب حقي حتى لو بعدين. بس انا مش مسامحه اي حد جاب سيرتي او ظلمني او قال عني كلمه مش كويسه لمجرد ان انا قاعده مع بناتي لوحدي بربيهم. سيبوني في حالي،
سيبوني اربي بناتي. انا حبست نفسي، ما عدتش بخرج، ما عدتش بروح، ما عدتش باجي، انا ببقى قاعده في البيت الاقي حد بيقول ده احنا شايفينها في كذا. طب انا في بيتي يا جماعه، سيبوني في حالي، سيبوني اربي بناتي. ما مش عايزه ادعي على حد، مش عايزه اقول لحد ربنا ينتقم منك، بس انا عارفه انه هيقعد في عياله، في عياله وفي صحته وفي اهل بيته. لو انا مثلا يعني خرجت، رحت مثلا، خرجت انا خدت البنات خرجتهم وما لهمش ذنب يتحبسوا، فيجي حد من عندنا يقول لي مثلا عايزه اتكلم معاكي، فاقول له لا مش هتكلم مع حد، انا براعي ربنا في عيالي. يقعد وسط اصحابه يكسر كبرياء، ده انا كلمتها وخرجت معاها ومعايا رقمها وبكلمها، ده هي اللي كانت بتتحايل عليا ان انا اكلمها، وانا اصلا تتقلب قسما بالله ما حتى ما بقول له صباح الخير. هو عايز يبان ان هو جامد، هو فايه كده. فبيبوظ سمعة واحدة ملهاش اي ذنب. ما هو ما فيش حد بيكلمها بقى، انت متكبره حاطه مناخيرك في السما. لا انا مش حاطه مناخيري في السما، انا براعي ربنا في بناتي، انا معايا بنات براعي ربنا فيهم، يعني اللي هعمله هم هيطلعوا يعملوا زيي. ده اكيد. طيب انا حتى لو انتوا شايفيني وحشه سيبوني في حالي عشان اخلي بناتي كويسين، بس ما حدش بيتمنى ان عياله يبقى مش كويسين. ايه الشيء اللي اتكسر جواك مش عارفه تصلحيه؟ الثقه والامان. ما اقعدش بثق في حد خالص خالص خالص. بص حتى اللي مني اختي، اخويا، امي، حتى اللي مني، انا ما عدتش بثق في اي حد خالص. ما فيش غير هما 2 في حياتي اللي ممكن بديلهم الثقه، بنت خالتي وصاحبتي. أنا بخون اللي قدامي، اللي هو ازيك عامله ايه، انت بتقول ازيك عايز ايه. لو ربنا اداكي فرصه ترجعي الزمن كنت هتختاري نفس الطريق؟ خالص. كان في حاجات كتير، انا يعني على فكره انا كان نفسي اطلع صحفيه قوي، كان نفسي بجد اطلع صحفيه، بس اهلي ما اهتموش بالتعليم وكده، وخدت دبلوم واتجوزت على طول. كان حلمك اصلا، حلم من احلامك انك تطلعي صحفيه؟ ابقى اطلع صحفيه فعلا. اكتر حاجه بتكسرني بقى بتوجعني بجد ان مثلا الاقي واحده مثلا زعلانه وجوزها بيجري ان هو يصالحها، جوزها جايب اهله عشان يصالحها. مش عايزه تحسي ده؟ ما فيش ولا مره، ولا مره. انا يعني متجوزه بقالي 10 سنين او 9 سنين ونص، ولا مره قبل ما اخد قرار الانفصال ده ان اغضب ويجي ياخدني، او اغضب ويجيب اهله ويجي يصالحني. مشتاقه الاهتمام؟ مفيش كام ده. كان مثلا تدي اهتمام وما تلاقيهوش. مفيش، لا مثلا اغضب شهر 2 3 سنه، اخد بعضي وارجع، ما مش عارفه اتاقلم مع في بيت اهلي انا وكده. يجي يقول لي انا ما قلتلكيش تعالي، انت جيتي لوحدك. عايزين بقى رساله مجمعه كده تقوليها لكل حد ظلم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، بس حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، مش مسامحاكم. لو في بنت زيك بتسمعك دلوقتي تقولي لها ايه؟ عايزه اقول لها اجمدي، اجمدي ما تضعفيش، عشان اصعب حاجه هي الضعف. مين الغلطان الحقيقي في قصتك؟ انا ليه؟ عشان ما فكرتش صح. بنت 18 سنه عايزه تفرح بفستان الفرح، سرعتي. ما فكرتش صح، ما خدتش القرار الصح في حياتي. حتى دلوقتي انا ما خدتش القرار الصح. ما فيش حاجه صح في حياتي عامه غير عيالي. الناس كلها دلوقتي تطلب منهم يدعوا لك دعوه، يدعوا دعوه ليكي دلوقتي وربنا يا رب يتقبلها، تكون ايه؟ ان الناس تبطل الظلم فيا ويستروا بناتي، يعني استر بناتي ويبطلوا الظلم فيا، يبطلوا كلام عليا، يسيبوني اعيش حياتي طبيعيه. بس مش عايزه اكتر من كده، انا مش عايزه اي حاجه اكتر من كده. عايزه ربنا معايا يقف يديني ان انا اقدر اكمل، اعلم بناتي تعليم حلو، اخلي بالي منهم واحافظ عليهم، عشان انا ضعيفه، انا ضعيفه بجد. هو ما حدش هيحس بالكلمه دي قدي، والله انا ضعيفه جدا. بص في حد مش هقول اسمه، عايزه اوصله رساله. هو من قيمه 5 ايام بعت لي رساله على الواتساب هني فيها جامد. عايزه اقوله برضو ان انا مش مسامحاه، حتى لو انت قدمت بدل الاعتذار 100 مش هسامحك.